السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني انا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفني او يتابعني يشرفني اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده جينا يا جماعة بفيديو كده مهم جدا وحاجة توضيحية لازم نوضحها للناس. زي ما اتعودنا انا بعرفكم على الخامات اللي هي الكويسة، وازاي نعرف الحاجة دي مغشوشة او الحاجة دي مش مظبوطة، لان طبعا احنا عارفين برضو الاسعار غليت جدا في السوق دلوقتي. والنهارده الحاجه بقت يعني في حاجات مش مظبوطه في كتير في السوق وحاجات مغشوشه. ناس كتير يا جماعه كانت طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن حاجه مهمه جدا بنستخدمها والغش فيها كتير جدا جدا، وان هم بيروحوا يشتروها ما بيعرفوش يشتروها منين وبيتغشوا فيها باستمرار. الا بقى من رحم ربي، اذا كان حد مثلا يعني معرفه قوي او حد موثوق فيه قوي. فالنهارده يا جماعه انا هعرفكم ازاي دي الحاجه بتتغش وازاي نعرفها مع بعض. وهي يا جماعه ايه؟ الزبده الفلاحي الجاموسي او البقري اهي يا جماعه. تمام، الجاموسي او البقري دي يا جماعه طبعا ايه؟ زبده بتبقى زبده فلاحي، طبعا اللي احنا متعودين عليها من زمان، وطبعا اهالينا واجدادنا كانوا بيستخدموها. بس للاسف ان احنا في الفتره الاخيره دي، او مش الفتره الاخيره، برضو من فتره برضو كانت فيها غش كتير. بس طبعا الغش زاد جدا جدا دلوقتي مع ارتفاع الاسعار الجنوني دوت. فطبعا يعني الناس بتشتريها وبتبقى نفسها تجيب حاجه كويسه، وفعلا بيتغشوا فيها وبيدفعوا فيها مبالغ كبيره جدا. فاحنا النهارده ان شاء الله هنقول ايه الغش اللي فيها وازاي بتتغش. تمام. اولا يا جماعه، الزبده الفلاحي لما نيجي نشتريها، انتوا شايفين انا جايبها عامله ازاي عندي في المحل؟ كور مش كبيره، يعني ده كيلو مثلا. تمام، الكور بتاعته كور صغيره، حلو كده. فلما تروحي تشتريها لو الكوره اصغر من كده يكون افضل كمان. كل ما تكون الكوره صغيره بتاعتها اعرفي ان هي غشها هيبقى ايه؟ ضعيف، ان هو مش هتتغش. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. اولا الغش بتاع الزبده بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الزبده اللي هي المارجرين، اللي هي النبات العاديه دي خالص، البيضه. تمام، اللي بتاعت الفران اللي بيشتغل بيها الكرواسونات والحاجات دي. وطبعا بتتكور وبتتعجن كده في بعضها. تمام، بيتضاف عليها بقى بطاطس، بيتضاف عليها دقيق، بيتضاف عليها حاجات كتيره جدا 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 يا جماعه. ممكن يجيبوا دهن شحوم بتاعه الابقار والجاموس والحاجات دي، واخده بالك؟ وبعدين ايه؟ بيقوموا ضايفينها عليها وبتتعجن. تمام، ويعمل لك الكوره كوره كبيره بقى، كوره زبده كبيره تلاقيها مثلا مع الفلاحين والناس دي. مع احترام الفلاحين الا من رحم ربي، الناس الكويسه طبعا مالناش دعوه، احنا بنتكلم عن الناس اللي هي بتغش. تمام كده يا جماعه عشان ما حدش يزعل مني. وطبعا احنا بنحب الناس كلها وبنحترم الناس كلها، فمش عايزين حد يزعل مننا، بس احنا بنوضح ايه الحاجه بتتغش ازاي. تمام كده يا جماعه. بيقوم عامل الكوره او عامله الكوره كده اهوت، اللي عاملاها بقى اللي هي المصنعاها دي. وتيجي من بره تقوم ايه؟ حاطه شويه زبده من اللي هي الكويسه بقى، اللي هي الاصليه فعلا، الفلاحي الاصليه من بره كده. تمام، زي كأن حد مثلا ايه يعني بيليس حاجه بسمنت مثلا كده او جبس، تقوم مغلفاها من بره كده. فحضرتك تروح تشتري منها، فتيجي تمسكي الكوره، تمسكي حته منها تدوقيها كده اهو. طبعا حبايبنا الناس الكبيره بقى اللي هي فاهمه بقى طعم الزبده اللي هي الاصليه، فبيروحوا يدوقوا مثلا من طرف الكوره كده، فتلاقي الزبده طعمها جميل. تروح البيت تلاقي الزبده، تيجي تسيحها تلاقيها شحوم دهنه، ما تفهمش هي الله، طب انا ضايقاها وطعمها كويس ما فيهاش حاجه. لا يا حبيب قلبي، انت دقته من بره ما شفتوش المحشي جوه. تمام كده يا جماعه، المحشي جوه ده هو اللي بيبقى مشكله. فلما نروح نشتري الزبده لو لقينا الكوره الكبيره دي نقلق منها، او بقى نفتحها من جوه نشوف طعمها ايه من جوه. تمام كده يا جماعه قبل ما نشتريها. تاني حاجه، في طريقه غش تانية. بيديكي مثلا زبده كويسه، تمام، بس بيكون ما ضربهاش كويس او ضربتها كويس، ما طلعتش منها كميه اللبن والميه اللي فيها. فتاخدي الزبده كيلو، تروح تلاقيه مثلا جاب لك 400 جرام سمنه، 350 جرام سمنه، وتقعد تغلي على النار. تمام، وما تصفيش معاكي تصفيه كويسه، وتقعد تفور منك ليه؟ كلها لبن وميه. تمام، فاحنا برضك لازم يا جماعه ناخد من حد نكون احنا عارفينه وواثقين فيه. انا مثلا عندي مثلا الزبده في المحل بفضل الله بفضل الله، المصدر اللي بجيب منه
الحمد لله موثوق منه جدا جدا جدا. اللي بياخد منها بيجي يقول لي ايه الله يبارك لك، احنا من سنين ما شمناش ولا الطعم دوت ولا الريحه ديت. تمام. ليه؟ الناس بتراعي ربنا، وانا لما بجيبها ببقى متاكد وبقول للزبون خدها سيحها، لقيتها فيها حاجه بتاعتي، ليه؟ انا واثق فيها. تمام يا جماعه. وربنا يعافينا ويعافي الجميع فعلا، لان موضوع الغش دلوقتي بقى حاجه يعني غريبه وبقى كتير. فيعني يا جماعه يعني والله العظيم ما حد هياخد معاه حاجه. لو احنا اشتغلنا في الحاجه المضمونه والسليمه والله العظيم ربنا هيبارك، وهتبقى احسن من الحاجه اللي احنا بنشتغل فيها المغشوشه. والناس هتدعي لك، وهتلاقي بركه في الحاجه اللي انت بتشتغلها وتبيعها، وهتلاقي بركه في محلك وفي رزقك. فيا جماعه ربنا يعافي الجميع يعني فضلا وليس امرا. يا جماعه اهالينا والله العظيم ما حمل ان احنا نديهم حاجه مغشوشه يروحوا يعملوها يلاقوها مش مظبوطه. والله يا جماعه يحضرني موقف حصل سبحان الله، يعني انا استغربت له من حوالي مثلا شهرين كده. لقيت راجل كبير كده سنا عجوز، يعني راجل كبير داخل عليا المحل، فعم بيقول لي ايه يا ابني انت بتبيع اسانس السمنه البلدي او الزبده؟ قلت له اه يا حاج موجود عندي اسانسات السمنه والحاجات دي. فلقيته بيقول لي طب انا لو حبيت احطه على سمنه بلدي؟ قلت له لا يا حاج ده حضرتك بيتحط على السمنه اللي هي النباتي او الصفايح اللي هي المعلبه، على اساس ان هي ايه بتبقى مثلا ايه يعني إيه يخلوها زي السمنه البلدي او ريحتها قريبه من السمنه البلدي. قال لي يا ابني والله انا جبت 2 كيلو زبده من فلاحه كده وبعدين عملتهم لقيتهم عاملين زي الشحم، لا ريحه ولا طعم ولا اي حاجه في اي حاجه. يعني والله يا جماعه والله صعب عليا جدا جدا. ويعني قلت طب ليه يا جماعه يعني ليه يعني ليه احنا نعمل كده ليه ونوصل الناس ان هي تاخد الحاجه يعني وتبقى اخدها دافعه فيها فلوس كتيره جدا، وبعدين يروح يدور ان هو عايز طعم ليها وريحه. يعني بصراحه يعني موقف استغربت له جدا. فربنا يعافي الجميع والله. ويا جماعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يا جماعه عايز اقول لكم موضوع الغش ده يعني شوفوا يعني بصوا يقول لك ايه ليس منا، يعني مش من المسلمين يا جماعه. يعني احذروا احذروا احذروا. فيعني يا رب اكون افدتكم بالفيديو دوت وتكونوا استفدتم منه فعلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.